النبيت بتاعنا يا دوبك 5 دقايق ونقوم مطلعينه للميه ما تغلي بيه غلوه والتانيه لا لا، يا دوبك هتنزليه بس تشمعيه وتطلعيه كده ما يتهراش معاكي، والريحه بتاعته مش هتطلع، والفايده كمان هتفضل فيه. وفي الميه الساقعه تحطي، لو ما فيش ميه ساقعه افتحي عليها ست الكل الميه من الحنفيه بره دي وصفيه، بعد ما تصفيه عبيه في اكياس وشيليه. زي ما انتوا شايفين انا صفيته خلاص، وهبتدي اعبيه بطريقه حلوه كده علشان ما يتبهدلش معايا وما ياخدش مكان في الفريزر. هتحطي كل زهره كده او كرنبيطه وتظبطي الكيس بتاعك او العلبه وتخزنيهم كده بقى، تبقي ست بيت شطوره، مليتي بيتك كده بالطماطم بالصلصه وكمان الشطه والبسله وحاجات كتيره قوي هنزل لكم بيك. اتمنى تتابعوني وتفرحوني بالشير واللايك، وتقولوا لي لو عندكم افكار حلوه للتخزين اكتبوها في الكومنت علشان غيرك يستفاد، وانا كمان ممكن استفاد وانزلها في فيديو تاني باذن الله. هحط لكم كل التخزينات في الصندوق الوصف والتعليقات.